اهلا بكم يا احلى متابعينا ومشاهديني في الدنيا، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل احلى كيكه الويفر في منتهى الجمال والتحفه خالص، ومش هتبطلي تعمليها في البيت. زي ما انتم شايفين اهوت بتتكلم عن نفسها، هي شبيهه كده كيكه الكوكيز اللي احنا بنعملها الجميله التحفه دي. يلا بقى نسمي بالله ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. انا مستخدمه في الخلاط عدد 4 من البيض وكوبايه من السكر، هخفقهم كده معاهم ظرفين من الفانيليا طبعا لحد السكر ما يختفي معايا تماما. تمام اوي كده. وعندي طبعا كوبايه الا ربع من الزيت الفاتح، هنزل عليه اهوت واخفق تاني في الخلاط. تمام. هننزل بقى بالخليط ده في البوله كده اهوت. وعندي طبعا 4 كوبايات من الدقيق، هشيل منهم معلقتين على جنب كده، مش هحط كل الدقيق طبعا. ومعلقتين كبار من النشا ومعلقه صغيره من بيكنج باودر. تمام اوي كده اهو. هعجنهم جامد اهو زي ما انتوا شايفين. هكمل بقى تاني بالدقيقة واحدة تدريجيا لحد ما يدينا عجين كده ايه تلزيقة جامدة خالص، عشان انا عندي معلقتين من الكاكاو. طبعا قسمت العجينة نصين اهي، والمعلقتين الدقيق اللي انا حاجزاهم على جنب هضيفهم ايه على العجينة اللي ايه اللي هي الملزقة دي خالص، بس برضو في النهاية تبقى فيها تلزيقة بس مش زي دي كده. ما شاء الله عليها. بعد ما عجنتها اهوت عندي بقى معلقتين من الكاكاو. العجينة طبعا التانية هضيف عليها معلقتين من الكاكاو. تمام اوي كده. هعجنها برضو كده اهوت لحد ما تبقى ايه عجينه فيها تلزيقه بسيطه كده. هسيبها طبعا تريح، مفيهاش خميره بس لازم تريح عشان ايه تتفرد معايا بسهوله. بعد طبعا ما خلصنا اهوت خدت ربع ساعه ريحت. انا معايا كيس تلاجة اهوت، هدهنه بس حاجه بسيطه كده من الزيت، وافرد طبعا العجينه اللي هي البيضه دي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. تمام اوي كده. هظبط بس فيها كده. تمام. هعمل بقى اللي هي العجينه بالكاكاو زي ما عملت في الاولانيه، هعمل في التانية برضو كيس تلاجة ودهنة من الزيت بسيطة، وهفردها على قد ايه على قد العجينة اللي احنا عملناها البيضة دي. تمام او كده. ما شاء الله عليها. هنضيف بقى ايه ديت على دي كده ونظبطها. تمام او كده. هظبطها بقى كده. في طبعا حتة زيادة من الجنب انا هشيلها، وفي حتة ايه البياض باين منها. طبعا مش هنقف على حاجة، نقطعها ونظبط دي مع دي كده ونظبطهم مع بعض. تمام او كده. هطبقها كده بقى مجبوز عشان ايه اعملها كده تطبيقه كده، عشان دي اللي ايه اللي هتعمل تورقات كده في البسكوته الجميله دي. احنا قلنا هنعمل كيكه الويفر يبقى هي زي الويفر. تمام قوي. هفرد برضو كده وهاتني تاني برضو واظبط بقى كل ما اتني اظبط. تمام. واحده تاني بقى كده وخلاص. وهفردها بقى بطول ايه حجم الصينيه اللي عندي. طبعا عايزه صينيه ايه مستطيله كده. يعني ظبطت اهوت. طبعا انا مولعه الفرن، ما بتاخدش في الفرن تلت ساعه ربع ساعه بالكتير أوي، لان هي تعتبر بسكوته، بس بسكوته فيها ايه طراوه كده جميله تحفه. طبعا بعد ما خدت في الفرن ربع ساعه انا عندي طبعا شوكولاته بالحليب 200 جرام اهوت سيحتها على البخار، وهفردها بطول البسكوته الحلوه ديت. وشوكولاته بيضه طبعا تعمل خطوط كده اهوت، العين بتاكل قبل البق. تمام او كده. تعالوا بقى نقطعها كده وهي طريه، وبعد كده نسيبها تجمد شويه، بعد كده نطلعها مع بعض نشوف جمالها وحلاوتها. التقطيعه بقى اللي انت عايزاها زي ما انت حابه قطعيها. زي ما انتوا شايفين اهو الجميله. وطبعا دهنا الصينيه من الزيت خلها معانا بسهوله. تحفه. خيال والله، ومش هتبطلوا تعملوها. وسهله جدا ويعني مش مكلفه خالص صراحه. ده شكلها النهائي معاكم اهي. طبعا ما فيش اجمل من كده والاحلى من كده. يلا بقى جربوا قولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش عليا بقى بالشير واللايك واشتراك في القناه عشان ينزل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أهلا بكم يا أحلى متابعينا ومشاهديني في الدنيا، أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة بقى هنعمل أحلى كيكة الويفر.